اهلا وسهلا، ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو النهارده كان شويه مختلف. في مشكله اتعرضت عليا كانت منكم انتوا، وصاحب المشكله دي طلب انه اديله رايي في فيديو، وانه هو عشان كمان يسمع رايكم. فعشان كده هقرا لكم بالظبط اللي اتكتب، وبعدين هدي رايي وانتوا كمان اكتبوا له رايكم تحت في الكومنت. عليكم، كيف حالك يا مريم؟ انا مبسوط جدا بمتابعتك. في كلام كتير قوي مكتوب في الاول، شكرا جدا عليه، وانا مبسوطه اكتر ان انت بتتابعني. 24 سنه وادرس بيولوجي حاليا. اهلي كانوا دايما مشاكل وخناقات، وشفت مشاكل وانا طفل ما كانش لازم ابدا اني اشوفها، زي مثلا الضرب المبرح لي ولامي، وعقوبات قاسية جدا نوعا ما. واستمر هذا الى ان توقف منذ فترة بعد ان قلبت الطاولة وقلت ان هذا يكفي. بسبب أهلي أنا ذهبت إلى معالج نفسي وطبيب نفسي وطبيب أعصاب. تم تشخيصي باكتئاب مزدوج، وهو اكتئاب مزمن تحول لصدمة نفسية قوية. زاد معاه الموضوع لحد ما وصل لأنه هو عنده اكتئاب رئيسي. هو حاليا بياخد دواء من غير ذكر اسم الدواء ده. بيقول إن هو هياخد الدواء ده لمدة 2 أو غالبا هياخده لبقية عمره، وهو لسه مش عارف بالظبط قد إيه هياخد الدواء ده، وإن هو هيعرف بعد أسبوع لما يروح للدكتور. السؤال عنده إيه نظرة البنت لشخص أخد دواء نفسي. كمان بيقول إن هو سقط أكتر من مرة في الجامعة بسبب الموضوع ده. هو بيفكر انه ده اثر على قدراته التعليميه. في ماده معينه عنده فيها نقص في الجسم، وكان وصل لطريقه معينه انه هو يزود كميتها في الجسم علشان يقدر ان هو يمارس حياته بشكل طبيعي وينجح بشكل كويس. ده في اول سنه. سؤاله ايه نظرات البنات لشخص اضطر ياخد ادويه نفسيه؟ انا شاب ومن حقي الاقي البنت اللي تحبني واحبها وتعوضني عن سنين الطفوله والمراهقه الصعبه، لكن نظره مجتمعنا للي بياخد ادويه نفسيه انهم اشبه بالمجانين. موضوع شاغل بالي من فتره وخايف صراحه. يا ريت تعملي رايك او راي المتابعين. ما عندي مشكله لو عرضتي القصه على الملأ. هو مبدئيا كده انا محتاجة نتناقش في موضوع قبل موضوع البنات عموما، قبل ما يشغل بالك ان انت قد ايه انا شخص ممكن اكون كويس او وحش بالنسبة لأي بنت في الدنيا. هو يشغل بالك ان انت ازاي تعدي المرحلة القديمة عشان اقدر ابدأ مرحلة جديدة عشان نفسي وعشاني، قبل ما يكون مين هي البنت دي اول حاجة احنا محتاجين نتفق فيها. وعشان نعدي المرحلة دي، من أهم الحاجات اللي انت عملتها ان انت رحت لطبيب نفسي، ودي حاجة حلوة جدا وأشجعك عليها، وأشجع أي حد يحتاج لطبيب نفسي ان هو فعلا يروح لطبيب نفسي. لكن من الحاجات اللي عندي فيها توقف معاك هو ان انت مش قادر تنسى الماضي لحد اللحظة اللي احنا فيها دي. أنا من وجهة نظري انك محتاج تنسى الماضي، وعشان تنسى الماضي لازم تنسى ان هو مسبب وجع. عشان تنسى ان هو مسبب اوجاع، يا اما تتواجه مع وجعك علشان تعرف تعديه، يا اما تحاول تقوي من نفسك ان انت تتخطى المرحله دي وتعمل ذكريات جديده حلوه بيك انت. اكتشف حاجات في نفسك تقدر تحبها في نفسك وتقدر تكمل علشانها. اكتشف حاجات تخلي وقتك تبقى سعيد، حتى لو الحاجه دي هبله بالنسبه لناس كتيره جدا، بس هي حاجه هتخليك مبسوط. املى وقتك بحاجات ممكن تفيدك اكتر وتفيد روحك اللي انت اصلا محتاج تنميها. والاهم من ده كله انك ترجع ثقتك بالناس اللي حواليك، وتعرف انه اغلبيتنا في الماضي عايش نفس القصص، مش لوحدك. مش هقول ان احنا نعلي على بعض بمشاكل بعض، ومقدرة جدا لمشكلتك، ولكن الاهل على قد ما معاملتهم بتبقى قاسية في وقت، على قد ما هم بجد 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 ما بيبقوش عارفين يعبروا عن ازاي بيحبونا. في ناس بتعبر عن ده بالضرب، وانا ضد ده تماما وضد ان هو يحصل. انا بشوفه انك محتاج تقعد مع نفسك اكتر وقت ممكن، وتحل الأزمات اللي بينك وبين نفسك، تتكلم معاها وتصلح الغلطات اللي اتعملت من زمان أيا كان مين هو السبب فيها، وتبطل تلوم الناس اللي حواليك وما تلومش نفسك برضو، وتبدأ ان انت تصلح. هتعرف ان انت توصل لسلام داخلي تعرف تتعامل فيه مع اي حد. وعايزة اقول انه المرض النفسي مش حاجة عيب، ولا هو حاجة غلط، ولا معنى اني بتعالج نفسيا اني مجنون، لانه في فرق كبير جدا ما بين العلاج العقلي والعلاج النفسي، والاختلاف ما بينهم كبير. والاهم من ده كله انه في فترة التصالح مع نفسك يكون هدفك الاساسي انك تركز على المميزات اللي عندك وتنميها، فتعرف تحب نفسك وتلاقوا مكان تتقابلوا فيه مع بعض وتتصالحوا على بعض. لما تعرف تعمل ده هتلاقي تلقائيا الدواء وقف والعلاج وقف وحاجات كده وقفت،
وحاول ان انت تقرب من ربنا على قد ما تقدر وتلجأ له في كل الابواب اللي انت محتاجها. صدقني نفسك الجواب والصلاح النفسي والهدوء النفسي. وكمان حاجة مهمة جدا، اوعى تسمع من اي بني ادم في الكون بيقولك اي كلام ايا كان ايه هو الكلام، وما تخليش شغلك الشاغل هي حاجة واحدة بس انت مش عارف هي هتيجي او مش هتيجي. ركز اكتر مع نفسك، وانا هعرف اتميز في ايه وهعمله. انت بتعمل فترة التصالح مع نفسك، حاول تركز في الحاجات الشخص اللي تسبب في اذيتك وانت صغير موجودة فيه حلوة، حاول تقرب منه على قد ما تقدر، وابدأ انت بالتعامل الحسن، ممكن يخليه يتغير. ولو اتغير صدقني هتشوف الدنيا بطريقة مختلفة تماما 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 تماما. وخلي قلبك دايما بيقولك يا رب انا راضي باللي انت جبتهولي، ويا رب انا عايز اصلح عشانك انت، وهتلاقي الصلاح في الحالتين. غير كده انت متفوق ومميز جدا ورائع جدا، وانا فخورة ان انت عرفت تعدي بكل ده، اللهم بارك عليك. فاقوى واجمد وانت قد انك تعدي الفترة دي، وايا كانت ايه الفترات اللي جاية اتأكد انك هتعرف تعديها. وبس كده، وبكده يكون الفيديو خلص. ولو في حاجة تخصكم حابين تشاركوها معايا سواء نعرضها او لا، تقدروا تبعتولي على الانستجرام، وده الانستجرام بتاعي، وهتلاقوه تحت كمان في صندوق الوصف، وكمان هتلاقوه في اول تعليق مثبت. وشوف كل التعليقات اللي هتتكتب من الناس، ممكن يكون رأيي شوية مش احسن حاجة، ولكن شوف رأيهم تحت. ودمتم سالمين.